موضوع السيارات اللي لازم تاخذها من برا ما تكون موديلها اقل من 7 سنوات. العذر المناخ والبيئة يعني نحن مرت علينا جائحة، مرت على كورونا، أمراض، أوبئة، وأرض الله وسماء الله واسعة وتنقي نفسها بنفسها. فيعني انتم راعوا الناس اللي انتم اصحاب القلم، راعوا في بعض الناس ما يقدروا ترى ياخذوا سيارات من الوكالة ب20 و30 و40 ألف. كل شيء غالي الآن، ما كل واحد قادر يشتري سيارات بهذا المبلغ. ففي سيارات نظيفة موديلاتها يعني أقل ب10 سنوات، مثلا 11 سنة و9 سنوات، ب2000 ب3000 ب4000. هنا ما يقدروا يا جماعة، ما يقدروا. ما تخافوا يعني، جائحة مرت والله ما حتأثر، وبلدنا نظيفة وما في هذيك الكثافة السكانية اللي تقول عوادم السيارات زي ما تقول مثلا مثل القاهرة ولا مثل دلهي ولا مثل المناطق والعواصم هذه المكتظة بالسكان. ما في شيء، ترى بلدنا كل مرة فيها رقعة وفيها بعض الشوارع وما في هذاك الازدحام. فالله يخليكم الشيمة، يعني بارك الله فيكم. في ناس ما قادرين والله. يعني أنا اليوم حدودي 4000 5000 6000 فقط، باخذ لي سيارة من برا نظيفة، وانتم ممكن تاخذوا شروطكم اللي تريدوها عند قبل ما تدخل حدود السلطنة. تفحصوا عليها، هل هي تهرب آيل، هل فيها مشاكل، هي تأثر على البيئة زي ما تقولوا انتم. فلذلك المقصد في النهاية بين قوسين نحن نراعي بعضنا البعض. أنا كمسؤول صاحب قلم في هذا الجانب أشوف، يعني ما تقول لا أنا بتكلم على الناس اللي هم من ذوي الدخل المحدود ولا الناس اللي ظروفهم صعبة. الحين حتى اللي راتبه 1000 ريال 1200 1300 والله ما يقدر يشتري سيارات جديدة، لأنه مكبد بالتزامات مالية وديون كثيرة. فالله الله في الناس يعني.